بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على الداخليه 2-1، هدف قاتل لعمرو السوليه. قبل ما اتكلم عن المباراه عايز اتكلم على الحكم ابراهيم محمد، حكم هايل. هو ده الحكم اللي المفروض الطبيعي انه يحكم ماتشات كره قدم. حكم تمركزاته صح، حكم وقفته ونظرته لكل لاعب صح، حكم قراراته سريعه. خد ضربه الجزاء مش لازم يرجع للفار، على الاهلي بس ضربه جزاء خلاص، مش لازم بقى نرجع للفار و10 دقايق ومراجعات فار. حكم مدي فرصه للالتحامات لكل لاعب يلتحم مع اللاعب. ما هي دي الكوره، مش اي لمسه تيت. ما هو انا مش شايف الملعب، انا اصلا حكم في الطراوه، فاي لمسه هصفرها سواء بقى على الاهلي او الداخليه زي ما ربك يريد. لو انا هصفر واحسبوها انتوا مع بعض. فحكم هايل، نتمنى انه يستمر على هذا الاداء. مش عايزين نقف كتير عند حته الحكم، ندخل على المباراه على طول. شوط اول للنادي الاهلي، شوط مش هقول لك مثالي، بس شوط انا ما شفتهوش من فتره كبيره قوي للنادي الاهلي. سيطره، استحواذ، لا مركزيه من لعيبه النادي الاهلي. نجم المباراه محمد مجدي قفشه في نص الملعب، تبديله غريبه من وجهه نظري لكولر. المفروض اللي يخرج امام عاشور التايه، امام عاشور اللي مش عايز اقول متكبر او بقى بدا يتنك او بدا يلعب على الواقف، امام عاشور. فتبديله غريبه من كولر انه يخرج قفشه وينزل السوليه. مش عارف والله هو شاف الملعب ازاي، بس هي الحمد لله خدمت وجت معانا. فشوط اول للنادي الاهلي، انت مش هقول لك انت كنت بتبقى فقط حلول للشوط الاول، لا، شوط اول قفشه ادى منظر نص الملعب مع اكرم توفيق الوتد. اهم لاعبين في النادي الاهلي من وجهه نظري هو اكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه. مش هقول لك في المباراه، هو اكرم من فتره معروف اكرم يعني حته نص الملعب من اكرم حطه وهو هيسد، ما تشغلش بالك باي حاجه. انما قفشه النهارده كان دايما يستلم ودايما وشه للملعب، دايما رافع عينه، تمريرات، هدف ولا اروع لمحمد مجدي قفشه في الدقيقه 19. عشان من اول دقيقه تلاحظ ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واخدين تعليمات ان هم يسددوا. رامي ربيعه راح بكره وجرب، امام عاشور اكتر من كوره بيجرب بيها عشان تيجي قفشه ويقفلها لك او يختمها لك بالسكسين اللي هو يستحقه، يعني القفله اللي هو يستحقها قفشه، لانه كان من افضل لعيبه النادي الاهلي وان لم يكن الافضل في المباراه كلها. نيجي لحسين الشحات، سبب وحيد. انا مش عايز اقف كتير عند حسين الشحات عشان انا اتخنقت، مش عايز اقول كلمه ثانيه، انا اتخنقت من حسين الشحات، فمش عايز اقف كتير. مبرر او سبب بسيط لكولر يخلي حسين الشحات يبدا اساسي، ده اللي انا عايز اعرفه. ده اللي انا عايز اعرفه. هتقول لي اصل ما عندناش وينجات، اصل ماليش فيه. انا ماليش ذنب اشوف حسين الشحات يا جماعه. انا ما ببقاش عامل شوط اول مثالي واجي بسبب لاعب زي حسين الشحات اخسر المباراه واخسر بونتين. كان وارد جدا الاهلي يطلع تعادل النهارده، ما انا مش كل ماتش هتسلم معايا، مش كل مباراه هطلع فرق جول وهكسب في اخر دقيقه بالعافيه، مش كل مباراه هتيجي معايا كده. الموضوع هيبقى انت الماتش الجاي عندك الزمالك، هتبقى بالمستوى ده قدام الزمالك. فالوضع بقى صعب مع حسين الشحات. على الجانب الاخر، انا قلت لك من فيديو او من فيديوهين، افتح القوس وضم رضا سليم جنب قصه اللعيبه الاجانب الفاشله يعني. حط كده رضا سليم، افتح القوس بس ما تقفلوش عشان لسه هنضيف كمان 5 6 ايام او كمان 10 ايام مودست خلاص اخره 30/6 مع الاهلي. فرضا سليم مش قادر افهمه، اجنبي، مصري، هندي، هندراسي، جيبوتي، ما اعرفش، مش قادر افهمه، لا شكل ولا اداء ولا مستوى. ظل النادي الاهلي ماسك كوره، مسيطر مستحوذ عشان الداخليه قاعد ضاره، والله العظيم مش عشان حاجه تاني. بس في ظل النادي الاهلي ماسك كوره، مسيطر مستحوذ، تيجي تسديده الكهرباء في الدقيقه 22، ما تسالنيش اتصرف فيها ليه كده. تيجي بعدها تسديده من ثرو باص من امام عاشور لحسين الشحات جوه ال 18، واقف فاضي لوحده، سهل ان انت ترقص وتستلم وترقص وتشوط، انما ياخدها فيرست تايم الحارس يمسكها بكل سهوله. عشان تيجي بعدها تسديده لحسين الشحات ار2 بقى وشوطه او يعمل اي منظر، مفيش، فتيجي فوق العارضه. فشوط اول من النادي الاهلي ابرز لاعبين فيه من وجهه نظري هو محمد مجدي قفشه واكرم توفيق، وقفل الشوط الاول على كده. دخل النادي الاهلي الشوط الثاني، نرجع بقى لكورتنا ونرجع للعك اللي احنا عارفينه، نرجع للتسرع، نرجع للهرجله، نرجع للميس باص بتاع النادي. هو ده لعبنا يا جماعه، هو ده اللي متعودين عليه اخر فتره. الكره الجميله وان انت تروح بكره وتخلص وتريح نفسك خلال شوط اول كان ممكن تنهي الماتش بجول واثنين وثلاثه، فترجع بقى للشوط الثاني للهرجله والعشوائيه. مفيش فرص للنادي الاهلي خلال 60 دقيقه. انت اول تبديلات، يعني اول حاجه كتبتها في الشوط الثاني هي تبديلات النادي الاهلي، وخرج حسين الشحات وكريم فؤاد، واخيرا كولر اقتنع ان كريم فؤاد مش باك ليفت. يا سبحان الله، سبحانه في ملكوته، كريم فؤاد طلع مش باك ليفت ورجع كوكا الباك ليفت. واديك شفت كوكا لما نزل على الاقل عمل لك عرضيتين، حسسك ان لسه في امل، لسه في باك ليفت عندنا، لسه في جبهه شغاله. ليه بتكابر؟ ليه بتعند؟ مش قادر افهم. عشان تيجي اخطر فرصه للنادي الاهلي في الدقيقه 72، عرضيه ولا اجمل من قفشه، بتفكرني كده بالسوبر بتاع الزمالك لما امام عاشور حطها، مودست بيريحها الكهرباء
وانت شفت كهربا عمل فيها ايه. عشان ما وقفش كتير، نيجي التبديلات. الدقيقه 75 بينزل السوليه وعبد القادر وبيخرج قفشه ورضا سليم. ليه قفشه؟ مش عارف. امام عاشور تنك على الكوره، امام عاشور بيلعب على الواقف، امام عاشور انا بقول لك بقاله كام مباراه امام عاشور مش في الفورمه. فانا بختلف مع انا مش هتيجي عليا انا، فبختلف في حته تبديله قفشه بالسوليه. كان ممكن تسحب امام عادي جدا، كان ممكن نشوف ديانج مكان اكرم اللي كان وارد جدا ياخد طرد بسبب اندفاعاته، واكرم هو ده لعبه. وبصراحه شايل نص الملعب على كتفه، علشان بس ما نبالغش في حته ان اكرم بيندفع. لا، هو ده لعب اكرم، هو ده اسلوب اكرم، وهو دي رجوله اكرم. من اول دقيقه في المباراه لاخر دقيقه هتلاقي اكرم بيأدي بنفس الاداء. الدقيقه 83 بينزل السفاح الجوليادور قاهر حراس المرمى طاهر محمد طاهر، وبيخرج السفاح الالماني المجرم الطائر الصغير الحنش كهربا. يعني طاهر بينزل بيخرج كهربا. انا ببقى عايز اضحك والله العظيم من الهم اللي انا بشوفه في تشكيلات النادي الاهلي وتبديلات النادي الاهلي. عشان بعدها بدقيقه، في الدقيقه 84 هدف للسوليه، ركنيه بتتلعب قصيره عرضيه بيستلمها السوليه بتريحه بيشوطها بتخبط تعمل دربكه. هدف تاني للنادي الاهلي، شوط تاني ما فيهوش كلام كتير. شوط تاني ما قاطعش للنادي الاهلي غير فرصتين، فرصه موديست اللي رايحه الكهرباء وقلشت من على وش رجله، والفرصه الثانيه والحمد لله انها جت هدف لعمرو السوليه. ونقفل المباراه على كده. في النهايه اهم حاجه قلت لك الثلاثه بونت للنادي الاهلي. مباراه كؤوس يوم الثلاث الجاي عندك نادي الزمالك، هتلعب بالمستوى ده، هتلعب بالرعونه دي، هتروح بكل فرصه وتحاول ان انت تتفزلك فيها زي حسين الشحات زي كهربا زي اي لاعب بيروح ويضيع قدام المرمى. صدقني هنندم. بالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.